أعلن نادي ريال مدريد توصله لاتفاق يقضي برحيل جناحه إيدين هازارد عقب نهاية هذا الموسم، حيث أصبح هازارد أحدث المغادرين لريال مدريد بعد عدة لاعبين على غرار ماركو أسينسيو وماريانو دياز. وعانى هازارد منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019 من لعنة الإصابات، وهو ما جعل رحلته ليست موفقة مع الفريق الملكي. وقال ريال مدريد في بيان رسمي: لقد توصل نادي ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح اللاعب من النادي اعتباراً من 30 يونيو 2023، وكان يفترض أن ينتهي عقد هازارد في صيف 2024، لكن النادي الملكي رأى ضرورة التخلص من اللاعب هذا الصيف، خاصة وأنه خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. حيث كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات كواليس رحيل هازارد عن ريال مدريد اليوم السبت. وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لطالما كانت خطة ريال مدريد واضحة منذ شهر مارس حول هازارد، وهي التخلص من اللاعب عقب نهاية الموسم. وأضاف: علاقة هازارد مع أنشيلوتي تكاد تكون معدومة، ولهذا تم اتخاذ القرار منذ مارس وهو رحيل اللاعب بشكل نهائي. وطبقا لموقع The Athletic في نسخته البريطانية، فإن هازارد محبط بشدة من قرار ريال مدريد بالاستغناء عنه عقب هذا الموسم، ولذلك يفكر هازارد بشكل جدي في اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي وعدم ارتداء قميص آخر بعد ريال مدريد. وبسبب كثرة إصاباته التي بلغت 18 إصابة، لعب هازارد 76 مباراة فقط مع ريال مدريد، سجل فيها 7 أهداف وصنع 12. وفاز هازارد مع ريال مدريد ب8 ألقاب محلية وقارية ودولية، أبرزها الدوري الإسباني في مناسبتين وكذلك دوري أبطال أوروبا عام 2022.